السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي تلاجة ايديال زانوسي إليجانس. المشكلة بتاعتها كان التبريد ضعيف في النصف الأسفل. التبريد في الفريزر ممتاز، وفي الجزء السفلي التبريد ضعيف جدا، ممكن تقول مفيش تبريد. فحابب أقول لحضراتكم على تجربتي مع صيانة ايديال زانوسي. المشكلة زي ما قلت لحضراتكم انعدام التبريد في الجزء الأسفل من التلاجة، وفي الفريزر كويس. دخلت على فيديوهات يوتيوب، شفت أكتر من 20-25 فيديو عشان أجمع منهم المعلومات المشتركة، لأن في ناس بتفتي كتير قوي في اليوتيوب. فعرفت إن مشكلة منع التبريد في الجزء الأسفل من التلاجة تراكم التلج في الحوض اللي أسفل الكويل، أو اللي أسفل المبخر اللي بيكون اللي بيعمل عملية التبريد. فكيت التلاجة الفريزر من فوق 4 مسامير، فكيتهم، لقيت الصورة اللي قدام حضراتكم دي زي ما احنا شايفين التلج فعلا متراكم اهو على يمين الكويل. ولو بصيت من اسفل الصورة في الحوض تلاقي التلج متراكم بكثافة، الحوض كله مسدود بالتلج، والتلج جامد جدا لانه خد فترة كتيرة يتكون. شايفين شكل التلج عامل ازاي؟ التلج كتير جدا وكثيف جدا، وده اللي سد مجرى الهواء البارد، منع عملية التبريد في الجزء الأسفل من التلاجة. طيب دخلت على النت بحثت عن صيانة ايديال زانوسي، لقيت الرقم 19562، اتصلت بيه، حجز لي ميعاد الراجل. تاني يوم على طول كلمتني واحدة من اسكندرية، طبعا الرقم ده أكيد في القاهرة 19562. تاني يوم كلمتني واحدة من اسكندرية، أنت عنوانك فين؟ هيجي لك الفني، حاضر في انتظاره. الكلام ده كان الصبح. مع العصر اتصل بيا الفني، ايه المشكلة اللي عندك؟ قلت له طبعا المشكلة اللي عندي كذا كذا كذا. شوفوا بقى عدم أمانة الراجل. أنا فهمت، يعني احنا برضو بنفهم، صحيح أنا مش متخصص في التبريد والتكييف، أنا مهندس مدني بس برضو بفهم. ففهمت إن المشكلة اللي حاصلة دي تراكم التلج بهذه الكثافة الرهيبة اللي شفناها في الحوض اللي أسفل الكويل. أكيد يعني مش عايز تعلي السرموستات، يعني احنا مش هنزود الطينة بلة، نعلي السرموستات فنزود عملية التجميد أكتر ما هي متنيلة. ومن الفني يقول لي إيه؟ شوف عدم الضمير. قال لي خلي السرموستات بتاع الفريزر على الالترا. الالترا يعني اكتر من الماكسيمم، ماكسيمم يعني الحد الاقصى، ماكسيمم يعني الحد الاقصى MAX. في بعد كده الالترا، يعني ده التلاجة تطحن ما تفصلش. شوف قال لي ايه؟ قال لي خلي مؤشر السرموستات على الالترا عشان المشكلة تتضاعف، وقال لي جربها كده 24 ساعة ورد عليا بكرة زي كده بكرة، شوف المشكلة اتحلت ولا ما اتحلتش. شوفوا قلة الضمير. طبعا المشكلة مش هتتحل على وصفه ده، المشكلة مش هتتحل. هو عايز يزود الطينة بلة علشان يجي ويشتغل. هو فهم المشكلة وقال لي انت عايز تغير طقم سخانات بحوالي 1500 او 2000 جنيه. طقم سخانات الكويل اللي احنا شايفينها دي اللي فوق، اللي رايحة وجاية زي شكل الزجزاج، وتغير كمان سخان الأرضية اللي هو مش باين معانا في الصورة، اللي هو تحت حوض الأرضية اللي بيسيح التلج اللي في الحوض، ب 1500 2000، وجرب لحد بكرة. قلت له حاضر، واستمريت أشوف اليوتيوب، فلقيت إن الناس بتسيح التلج ده بالمية السخنة. فسخنت براد الشاي مية سخنة، وكبيت، بدأت أكب بالبسبوز، أسيح التلج يمين وشمال وفوق وتحت. 3 برادات شاي سيحوا لي التلج. شغلت التلاجة، المشكلة اتحلت فوق وتحت، فوق تبريد كويس، تحت تبريد كويس. عشان المية السخنة او الخطوة اللي انا عملتها بالمية السخنة دي، انا اشتغلت شغل السخان اللي ما بيسيحش التلج. لما التلاجة اشتغلت كويس قررت ما استعينش بيه الفن بتاع الرقم اللي هو 19562، لان اتضح لي ان هو كذاب وما عندوش امانة. وعدت 24 ساعة ما كلمتوش، لقيته هو بيتصل بيا تاني يوم العصر، ايه الاخبار؟ طبعا متوقع اقول له المشكلة زادت. قلت له لا المشكلة اتحلت 100. استغرب، قال لي يعني الدنيا كلها تمام؟ قلت له تمام. كان هيجي، كان رسم الزيارة 150 جنيه، كان هياخد 150 جنيه حتى لو ما عملش حاجة. المهم 3 ايام والتلج اتسد تاني والمشكلة رجعت تاني. فكيت التلاجة الفريزر الكويل، نفس المشكلة، التلج متراكم يمين وشمال، تلج كثيف وجامد جدا. دخلت على النت ادور على مركز صيانة زانوسي الحقيقي، يعني المركز الاصلي بتاع زانوسي، فلقيت اللي هي 1 4 9.
اتصلت بواحد 4 9، رد عليا الراجل، حجز لي ميعاد، خد العنوان ابو قير في اسكندريه. تاني يوم اتصل بيا رقم بنت بتتكلم من 012، الفني هيجي لك، هيتصل بيك ويرتب معاك. ما فيش ساعه ساعتين اتصل بيا الفني، قال لي عنوانك فين؟ قلت له طيب مش قبل ما تسال على العنوان تسالني عن المشكله؟ قال لي بضجر كده وهو قرفان. طب ايه المشكله؟ حكيت له المشكله عشان ما يجيش على الفاضي وتروح عليا رسم الزياره. رسم الزياره 250 جنيه في الشركه دي، وعشان اشوفه فاهم ولا لا. قلت له انا عايز اغير السيرموديسك بتاع التلاجة. ايه هو السيرموديسك؟ هو ده اللي احنا شايفينه اللي عليه دايره الحمراء ده. ايه وظيفته؟ ده لما بيسقع عند درجه معينه من البروده بيدي اشاره للسخانات تشتغل، تبدا السخانات تشتغل تسيح التلج، يبدا السيرموديسك يحس بسخونه السخانات، عند درجه حراره معينه يفصل، وهكذا. فانا اتعلمت من اليوتيوب ان السيرموديسك ده اللي راكب ده بتاع الكريازي مش بتاع الايديال زانوسي، وحساس جدا بيطلع من الدايره بسرعه، اول ما يحس باقل سخونه يفصل ويفصل معاه سخانات. قلت له عندك بتاع الزانوسي الاصلي؟ قال لي عندي. قلت له بكام؟ قال لي ب 700 جنيه 800 جنيه. قلت كويس، يعني حتى لو جه وغير السيرموديسك يبقى كويس. قلت له ابعت لك الصور على الواتساب تشوف المشكله. قال لي لا لازم اجي اشوف بنفسي. ماشي يا عم. جه راجل بموتوسيكل لابس اليونيفورم بتاع زانوسي مكتوب من ورا اللوجو بتاع زانوسي، جه يا دوب فك الفريزر وقعد يقول ايوه طب انا كنت ممكن ابعت لك الصور دي على الواتساب، لانه ما فكش في الكويل ولا لعب فيه. قال لي انت محتاج طقم سخانات، احنا هنشيل السخان بتاع الكويل ده، وهنشيل كمان سخان الارضيه، وهنعمل تعديل فيه سخان بيجي هي قطعه واحده للكويل والارضيه مع بعض، وهغير لك السيرموديسك المعدل اللي بيركب على النظام الجديد بتاع السخانات. قال لي وكمان هغير لك المبخر. قلت له ايه هو المبخر؟ قال لي الكويل ده اللي بيعدي في الفريون ده اسمه الكويل او المبخر. قلت له طب هتغير الكويل ليه؟ بدأ يتكلم كلام فاكرني انا بقى راس كرومبا مش هفهم. قال لي اصلا لو فكيت السخان بس ممكن الكويل ده يتقطم من فوق، ممكن يتقطم من الحته دي يتكسر الفريون، فاحنا لازم نغير السخانين يعني والكويل. قلت له طيب ما نغير سخان الارضيه بس. هو كان قال لي سخان الارضيه تسخينه ضعيف. قلت له نجيب واحد جديد. قال لي حتى لو جبت واحد جديد ما هو ضعيف برضه. قلت له طيب دي تكلف كام؟ المفروض هو طبعا عارف هتكلف كام، عمل فيلم كده وفتح التليفون والموبايل، اتصل بالشركه، اديني الباشمهندس موجود، الموضوع كذا كذا يا باشمهندس، هنغير السخانين وهنركب السخان الوحده واحده للكويل والارضيه مع بعض، وهنغير كمان الكويل نفسه. كام يا باشمهندس؟ بص لي كده وقال لي 6000 جنيه. قلت له 6000 جنيه؟ ده انا جايب الثلاجه دي ب 9000 مستعمله. قال لي 9000 دي ما تستاهلش 5، ما تستاهلش 4، ما تستاهلش 2، 5 4 2 نزل كده. قلت له لا شكرا انا مش هركب شغل ب 6000 جنيه. طبعا قلت له شكرا لها في ال 250 جنيه. طب كان ممكن لو كان صريح معايا من البدايه ما كانش يجيب، كنت وفرت انا ال 250 جنيه. واداني الفاتوره دي اهي مكتوب عليها الهبه المحمديه لخدمه وصيانه الاجهزه المنزليه، مركز خدمه معتمد، وكيل ابو قير. وادي هنا تحت كام؟ 265 جنيه خدهم واتكل على الله. بدأت أنا أسيح في التلج عشان أمشي حالي والحاجة ما تبص في التلاجة، لحد ما حد من ولاد الحلال دلني على فني تبريد وتكييف في منطقة أبو قير اسمه نور. كلمته المشكلة كذا كذا يا باشمهندس، والناس دي بتقول 6000 وبتاع. جه بص فتح الفريزر، اختبر السخان اللي فوق ده، حط ايدك سخان سخن. طلع سخان الأرضية واختبره شغال، حط ايدك بيسخن. ايه المشكله يا باشمهندس؟ قال لي المشكله السيرموديسك ده بتاع كريازي. راح مركب لي سيرموديسك جديد، ادي شكله اهو في الصوره، وده الكيس بتاعه اهو مكتوب عليه دي فروست سيرموديسك، ده السيرموديسك. الراجل ساب سخان الارضيه اللي مش بيسخن كويس في الحوض، سابه زي ما هو، وحط سخان جديد غطسه في الحوض نفسه، اللي بيربي التلج. طبعا السخان مش باين في الصوره، بس اهو دي بدايته، السخان غاطس في الحوض نفسه. يبقى عمل ايه؟ غير سيرموديسك ب 185 جنيه وركب سخان غاطس في الحوض ب 200 جنيه واتكل على الله. طبعا انا استنيت بعد مرور 3 ايام المشكله تتكرر، ما تكررتش. النهارده عدى اسبوع، الميه السخنه بتاعت الصرف نازله في الحوض الخلفي بانتظام، مفيش مشاكل. انا قلقت، قلت افك التلاجة، فكيت عشان ابص على التلج، لقيت الكويل زي ما حضراتكم شايفين كده في الصوره، بفضل الله اللهم لك الحمد، يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما فيش سنتيمتر تلج مكعب بعد 7 أيام شغل. دي كانت تجربتي مع صيانة ايديال زانوسي، وده كان الحل العملي لمشكلة عدم تبريد التلاجة من أسفل. دي الضفيرة اللي فكها الراجل، وده السيرموديسك بتاع الكريازي اللي كان راكب
على الايديال زانوسي اللي اتغير. بس ارجو ان تكون التجربه بتاعتي دي مفيده لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.